طفلة عمرها 9 سنين بس دخلت العمليات بسبب السمنة. إثارة جدل جديدة حصلت لما طبيب مصري طلع واتكلم في فيديو عن عملية تكميم معدة أجراها لطفلة عمرها 9 سنين بس. الواقعة عملت ضجة كبيرة، ونقابة الأطباء أعلنت إن في تحقيق مفتوح وإن تم استدعاء الدكتور. ولكن هو العلم بيقول إيه؟ الحقيقة إن الجمعية الأمريكية لطب الأطفال في سنة 2024 أوصت بإن عمليات أو جراحات السمنة ممكن تتعمل للمراهقين، ولكن ابتداء من عمر 13 سنة، وده لما يكون عندهم سمنة مفرطة وتكون فشلت كل بروتوكولز التخسيس المتخذة قبل كده. وحتى في الحالات دي لازم يكون في شروط طبية دقيقة وإجراءات احترازية محتاجة أكتر من قرارات فردية. وبصراحة الصورة عندنا في مصر مقلقة شوية. فبحسب إحصائيات جلوبال اوبيسيتي اوبزرفاتوري تقريبا تلت سكان البلد بيعانوا من السمنة المفرطة. ولكن الحل مش المفروض يبقى سحري، وأكيد في طرق أسلم بدل ما يتحول في وقت الموضوع لهوس تجميلي وننسى إن السمنة مرض والعمليات علاج وقت الاحتياج.